السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم بغيت نهضر معكم في واحد الموضوع اللي هو عبارة عن رحلة اللي كنحتاجو نسلكوها كاملين، رحلة اكتشاف الذات. واش عمرك جلستي مع راسك وسولتي انا شكون؟ واش انا فعلا هو داك الشخص اللي كيشوفوه الناس ولا انا شي حاجة اخرى؟ الذات ديالنا بحال شي دار كبيرة فيها بزاف د البيوت، بيت فيه علاقتك مع الله، بيت فيه عقلك وتفكيرك، بيت فيه صحتك، وبيت فيه جيبك وفلوسك. باش تبدل حياتك ما تحاولش تهدم الدار كامله وتعاودها، السر كاين في انك تقلب على البيت اللي فيه الفويت، يعني البلاصه اللي كينزف منها المشكل. تخيل معايا واحد غارق في الدين، هذا المشكل المالي غيخليه يكذب باش يهرب من الناس، وغيخليه يخلف الوعود ديالو، وفي الاخير غيولي مريض نفسيا وعلاقته مع عائلته غتخسر. يعني مشكل واحد في بلاصه وحده يقدر يظلم عليك الدار كامله. داكشي علاش اول خطوه هي تعرف فين عندك الثقب اللي كيسيل منه الماء. والتغيير راه ماشي شي غول كيخلع، التغيير هو قاعده الزيتونه. هنا غنعطي مثال بشركه طيران اللي كانت غدير الافلاس، وجا واحد الموظف ذكي وقال ليهم حيدوا غير زيتونه وحده من السلطه اللي كنعطيو للمسافرين. هذيك الزيتونه اللي كتبان لك والو وفرات ليهم زباله د الفلوس. انت كذلك حياتك محتاجه غير زيتونات في كل جانب من حياتك. سول راسك شنو الحاجه اللي غنبدا نديرها، وشنو الحاجه اللي غنحبسها، وشنو الحاجه اللي زوينه فيا وغنكمل فيها. مثلا في الدين غنبدا نصلي الوتر، غنحبس الغيبه، وغنصلي في صلاه الجماعه. هادشي بسيط ياك، ولكن مع الوقت زيتونه فوق زيتونه غتعطيك واحد النتيجه اللي ما كتخيلهاش. الخطوات الصغيره هي اللي كدير الفرق، حيت النفس ديالنا كتعجز فاش كتشوف شي حمل ثقيل، ولكن فاش كتشوف زيتونه كتقول هانيه هذه نقدر عليها. وباش تنجح في هذا الطريق خاصك التركيز والثبات والاستمرار. بحال الا شديتي ديك المكبره وحطيتيها تحت الشمس، الا بقيتي كتحرك يدك ما غيوقع والو، ولكن الا ركزتيها في بلاصه وحده وبقيتي ثابت ومستمر غتحرق الورقه. هكذا التغيير، ركز على حاجه وحده ثبت فيها واستمر، واخا غير بجهد قليل. راه قليل ومداوم احسن من كثير ومقطوع. ويكون عندك شويه د الفضول، زعما جرب حوايج جداد، راه عندك مواهب لداخل مخبيه ورا القشره د الخوف، خاصك غير تكتشفها. وما تخليش كلمه مستحيل تحبسك، راه كاين مستحيل حقيقي. بحال الا قلتي بغيت نمشي للشمس، هذا مستحيل علينا كاملين، ولكن كاين مستحيل كذاب، هو داكشي اللي كتقول عليه مستحيل غير حيت انت ما جربتيش تمشي ليه. تفكر داك الولد اللي قال ليه الخال ديالو انت ما صالحش للقرايه، سير شوف ليك حرفه اخرى. ولكن الولد ما استسلمش، بقى كيقرا ويجتهد حتى ولا عالم كبير. الناس يقدروا يطيحوا منك، ولكن ما يقدروش يطيحوا من توفيق الله ليك الا انت سعيتي. راه السعي هو اللي كيهمنا ماشي النتيجه. الله كيحاسبنا على شحال ديال السعي درنا وشحال حاولنا، اما النتيجه راه بيده هو سبحانه. واحد الحاجه اخرى كتشتتنا على اهدافنا هي فاش ما كتكونش عندنا الصوره النهائيه واضحه. تخيل راسك باغي تصبغ لوحه وانت ما عارفش واش باغي ترسم غابه ولا بحر، غتبقى تخلط في الالوان والنتيجه غتكون لوحه مخربقه. هكذا بزاف د الناس كيبقاو ينقزوا من خدمه لخدمه، من مشروع لمشروع، حيت ما عارفين شكون هما وشنو بغاو. الحل هو داكشي اللي قريتيه، وداكشي اللي كتخدم فيه، وداكشي اللي كديرو فاش كتكون مسالي، يكونوا كاملين غاديين في طريق وحده. الا كنتي عارف هدفك غتكون مرتاح، والا كنتي مشتت بين بزاف د الاهداف غتبقى ديما كتحس براسك ضايع. وفاش كنقولوا النجاح راه كاين فرق كبير بين النجاح والفلاح. النجاح هو توصل لداكشي اللي بغيتي انت، فلوس، منصب، شهره، ولكن الفلاح هو دير داكشي اللي بغاه الله منك. تقدر تنجح في الدنيا وتكون خاسر في الفلاح، وهذه هي الخساره الكبيره. الفلاح هو اللي كيعطيك السكينه وراحه البال. الشخصيه ديالك بحال شي تمثال ديال الرخام، ما تخليش هكذاك عامر عيوب، ولكن عاود ما تنحسوش بزاف حتى تغبر الملامح ديالو وتمرض راسك بالوسواس. غير حيد العيوب الكبيره وخلي العفويه ديالك تبان. وفي الاخير راه الهيبه والثقه كتبدا من داكشي اللي بينك وبين الله. كون راضي على راسك، كون فاعل في المجتمع ديالك، وحاول ديما تكون احسن نسخه من راسك. الطريق راه كاينه والسوارت بين يديك، غير توكل على الله وبدا بديك الزيتونه الاولى اليوم قبل غدا. الحياه قصيره وما كاين ما احسن من انك تعيشها وانت عارف راسك شكون وفين غادي. في امان الله.